اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من الدكان. المصريين عمرهم ما كانوا شعب اهوج ما يعرفش هو بيقول ايه، والتراث الشعبي المصري عمل تفسير لكل مثل شعبي كان موجود. والمصريين طول عمرهم شعب مميز، بيعيشوا المواقف وبيخرجوا منها بحكمه او مقوله بتتوارثها الاجيال طول الوقت. والامثال الشعبيه اللي وصفت العلاقات بين الناس كان ليها نصيب الاسد من التراث الشعبي المصري. ومن الامثله دي المثل اللي بيقول اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. والمثل دايما بيتقال لما نلاقي بنت بتقلد مامتها وشبهها في اغلب التصرفات اللي هي بتتصرفها. وفي اكتر من حكايه بتتقال عن اصل المثل ده. اول حكايه بتقول ان ايام الدوله العثمانيه كان ممنوع على البنت الغير متجوزه انها تطلع على سطوح البيت، وكانت اللي تقدر تطلع على سطح البيت عشان تعمل اي حاجه هي الست المتجوزه بس. ولما كانت الام بتحتاج بنتها في اي حاجه عشان تطلع لها السطح، كانت الام تقلب القدر على فمها علشان تعمل صوت عالي فالبنت تسمعه وتطلع لمامتها السطح على طول. ومن هنا جه المثل اللي بيقول اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، بس كان قصده انها تطلع لها السطح. ومع الوقت بقت المقولة دي متداولة لما البنت تعمل اي حاجة بتقلد فيها مامتها. اما الرواية التانية بتقول ان كان في راجل زمان متخصص في ان هو يعمل قدر الفول، وكان الراجل ده مراته بتساعده في ان هو يعمل القدر دي، لكن القدر كانت بتبقى تقيلة عليها وكل مرة القدرة كانت تقع منها وتتكسر، والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة. الراجل زهق من كتر القدر اللي موجودة عنده وبيعملها بتتكسر، قام طلق الست وارتاح منها وابتدى يجيب بنته علشان تساعده في عمل قدر الفول. لكن برضه البنت عملت زي مامتها كانت بتعمل، كانت القدر تقع منها وتتكسر. الراجل بقى بيضرب كف على كف وفي الاخر قاعد يقول اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. اما القصه الثالثه بتقول ان كان في ست متجوزه وعندها بنت صغيره، والست دي كانت قلقانه على مستقبل بنتها ونفسها تطمن عليها، وكانت الست عايزه تعرف مستقبل بنتها قبل ما تتجوز علشان تطمن عليها. قامت في يوم خدت بنتها وراحت عند عرافه. العرافه دي اللي هي الستات اللي بيقروا الطارع عن طريق الحصى والرمل. قامت العرافه واخده الحصى والرمل وحطاهم في جره شبه قدره الفول، وبعدين قامت قلباها على وشها. قام الحصى خرج من الجرة حصوة كبيرة وحصوة صغيرة وفرش الرمل تحت. قامت العرافة قالت للست بنتك هتطلع شبهك بالظبط، بشوشة وودودة وكل الناس هتحبها. قامت الست اتبسطت وكل ما تشوف حد تروح تحكي له الحكاية بتاعت العرافة وتقول له ان هي قالت لي ان البنت هتبقى شبهي. وبعد كده انتشرت الحكاية وانتشرت الجملة وبقوا الناس بيقولوا اقلب الجرة او القدرة على فمها تطلع البنت لامها. ومع الوقت بقت الجملة دي مثل شعبي متوارث بيقولوا الناس لما يلاقوا بنت طالعة شبه مامتها في تصرفاتها. سلام.